السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا كالعادة. النهاردة هنتكلم عن مرض العصر، الاكتئاب، وهقول لكم على طريقة علاج سهلة جدا جدا وبسيطة وفي متناول الجميع، وبجد تأثيرها أكثر من رائع. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو هيفرق معايا كتير. الاكتئاب مرض العصر بجد، مفيش حد مش مكتئب، ومش عايزين نستهون بكلمة اكتئاب، لأن بجد الاكتئاب ده مرض خطير جدا جدا جدا. ممكن يوصل الإنسان إنه يؤذي نفسه، ممكن يوصل الإنسان إنه يقتل نفسه، فهو خطير جدا جدا جدا. ما تستهونيش لو بنتك قالت لك أنا عندي اكتئاب، أو ابنك قال لك أنا عندك اكتئاب، أختك صاحبتك، اوعي تسيبيها لوحدها، لأن بجد هي ممكن تأذي نفسها. النهارده بقى هقول لكم على علاج سريع جدا جدا جدا، ما بياخدش وقت خالص ونتيجته أكثر من رائعة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، ذكر الله هو العلاج السحري للاكتئاب، وعن تجربة خاصة والله العظيم. بس مجرد ما تسيبي كل حاجة في ايدك وتقعدي تذكري ربنا بسرعة جدا جدا، بتكوني كويسة قبل ما تقومي من القعدة اللي انت قاعداها. يعني تقعدي بس شوية كده تذكري ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم قادر على أن يمحو الاكتئاب من قلبك، وده مش كلامي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا بقى اقول لكم على طريقه انا قلتها في فيديوهاتي كتير، بس انا واخده عهد على نفسي اني دايما اقولها في الفيديوهات، لان انا شايفه انها كنز. الطريقه دي بتجمع مليارات المليارات من ذكر الله بطريقه سهله جدا وفي وقت قصير جدا جدا. هنقول ايه؟ هنقول مثلا احنا هنستغفر: استغفر الله العظيم عدد ما خلق، استغفر الله العظيم ملء ما خلق، استغفر الله العظيم عدد ما في السماوات والارض، استغفر الله العظيم ملء ما في السماوات والارض، استغفر الله العظيم عدد ما احصى كتابه، استغفر الله العظيم ملء ما احصى كتابه، استغفر الله العظيم عدد كل شيء، استغفر الله العظيم ملء كل شيء. ما تركت شيء في الكون إلا واستغفرت فيه. وقت قصير جدا جدا جمعت مليارات المليارات من الاستغفار. بجد كنز ولا مش كنز؟ أنا دايما أي حاجة بنشرها على قناتي بكون واثقة فيها جدا جدا جدا، لأني مؤمنة جدا إن أي حاجة بنشرها صح هأجر عليها، وأي حاجة هنشرها غلط هتحاسب عليها، وخصوصا في الدين. فالطريقة دي أنا جايباها من شيخ موثوق فيه، مش أي شيخ بينشر أي حاجة على النت نسمعها. الطريقة دي بدليل، والطريقة دي رائعة بجد، وبتجمع مليارات المليارات من الاستغفار، أو سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أي ذكر أنت بتذكره في وقت صغير جدا. عدد ما خلق ملء ما خلق، عدد ما في السماوات والأرض ملء ما في السماوات والأرض، عدد ما أحصى كتابه ملء ما أحصى كتابه، عدد كل شيء ملء كل شيء. ما تركت شيء في الدنيا إلا وذكرت ربنا بهذه الطريقة العظيمة الجميلة جدا جدا، اللي بجد كنز بمعنى الكلمة. طب تعالوا نصلي على النبي بنفس الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء ما في السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحصى كتابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء ما أحصى كتابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء كل شيء. صليت على النبي في وقت قصير جدا جدا مليارات المليارات من الصلاة على النبي. كنز بمعنى الكلمة. استغفروا واذكروا ربنا بنفس الطريقة كل الأذكار. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كل الأذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله. احمدوا ربنا، وكتير قوي على قد ما تقدروا استغفروا واحمدوا ربنا. يعني أنا بحب قوي 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 إني في وقت من الأوقات أحمد ربنا شوية وأستغفر شوية، لأن إحنا بنستغفر عن ذنوبنا وبنحمد ربنا عن نعمنا. فعلى قد ما تقدروا طبعا ذكر ربنا كله جميل جدا جدا، بس كتروا من الاستغفار ومن الحمد. طريقة سهلة جدا وبسيطة
وبجد هي تقدر تشيل الاكتئاب مهما كان قوته. في دقايق وفي لحظة بتكون قلبك ده زي الفل، قلبك ده زي الفل وجميل جدا ومش بيحصل لك اي حاجة، وبتروقي بدون دكاترة نفسية، بدون ادوية نفسية تتعبك اكتر، بدون ما تشتكي لحد. الشكوى لغير الله مذلة. اول ما تلاقي نفسك مكتئبة سيبي كل اللي في ايدك، امسكي سبحة او سبحي على ايدك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، احمدي ربنا، استغفري، لا حول ولا قوة الا بالله. بنفس الطريقة سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ذكر الله علاج ساحر للاكتئاب. ده طبعا غير ان نفسيتكم هتكون مرتاحة، ليه فوائد عظيمة جدا في كل حاجة. ان شاء الله نعمل فيديو نتكلم فيه، لكن انا النهاردة طالعة اكلمكم لو انت مكتئبة، لو انت مكتئب، قبل ما تروحوا لدكاترة نفسيين، قبل ما تاخدوا اي علاج، جربوا العلاج ده. ولكن مفيش تجربة مع الله، انتوا اكيد ويكون عندكم حسن ظن وثقة ان ربنا هيشفيكم من الاكتئاب بعد ما تذكروا ربنا. واذكروا ربنا بنفس الطريقة، لانكم هتجمعوا مليارات المليارات من الذكر في وقت قصير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. كان معاكم أميرة عيد من قناتي ومملكتي، مملكة سندريلا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.